اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه عن مايكروسوفت وورد والشورت كاتس المفيده جدا. ان احنا في الطبيعي واحنا بنتعامل مع وورد ممكن نعمل اي حاجه احنا عايزينها، بان احنا مثلا لو انا عايز اعمل بولد ممكن اجي اعلم هنا واجي ادوس بولد. لكن لما يكون الدوكيومنتس كبيره ويكون مع ضغط الشغل او الجامعه او الدراسه او هكذا، بنحتاج ان احنا يكون عندنا شورت كاتس تسهل الموضوع ده. فانستد ان احنا نقعد نعلم ونروح هناك، احنا ممكن نعمل كنترول بي هيعمل بولد او يشيل البولد. بس فهو ده موضوع الفيديو النهارده. اول حاجه يا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان نوصل لمليون مشاهدة في القناة. خلاص قربنا على مليون مشاهدة في القناة، فمحتاجين بس دعمكم. وبس على طول هنبدأ في الحلقة. طيب دلوقتي ده النص اللي احنا هنشتغل عليه، والدوكيمنت اللي انا بشتغل عليه اسمه دوكيمنت 1 حاليا. فأول حاجة علشان أعمل نيو دوكيمنت بعمل كنترول وإن يفتح لي نيو دوكيمنت اسمه دوكيمنت 3. طب لو عايز أفتح بقى دوكيمنت قديم كنترول وأو، هيقول لك هنا تيجي تعمل براوز وتدخل الدوكيمنت اللي انت عايز تفتحه. دول أول حاجتين عندنا. طيب دلوقتي لو أنا عندي تكست معين أهو، التكست ده انا دلوقتي واقف عليه. اول حاجه عشان اسلكته كله اعمل كنترول اي. كنترول اي ده هيسلكت كل التكست اللي موجود عندي، وبعدين اعمل كنترول بي كده هيعمله بولد، او لو دوست كنترول بي كمان مره هيشيل البولد. كنترول يو هيعمله اندرلاين، ولو شلت ولو دوست كمان مره كنترول يو هيشيل الاندرلاين. كنترول اي هيخليه ايتاليك، لو شلته هيخليه مش ايتاليك، ولو دوست كمان مره هيبقى مش ايتاليك. لو انا عايز اجيبه في النص اعمل ايه؟ ادوس كنترول اي كده هيسنتره في النص، هيخليه سنتر في النص. طب لو انا عايز اخليه الايند على اليمين مثلا كنترول ار، على الشمال كنترول ال. بس دلوقتي انا واقف هنا وعملت سيلكت برضو على الكلام كله. لو دوست كنترول شيفت اي هيخليها كلها ابر، لو دوست كمان مره هيخليها كلها لور كيس. طب لو انا عايز اكتب ايموجي هدوس ويندوز وهدوس على الحرف الكاف او السيمي كولون، هيطلع لي التاب دي فيها الايموجيز كلها. ممكن اختار من هنا الايموجي اللي انا عايزه واضيفه عادي جدا وشغال وزي الفل. ولو جينا على التاب دي ممكن ندخل كمان حاجات ساينتفك، يعني مثلا سيلسيوس فahrenheit وهكذا. هتلاقي رموز كتير جدا هتكون مفيدة جدا ليك في استعمالك، وهتلاقي كمان اللاتين سيمبلز كلها موجودة. برضو هتلاقي جي اي افس ممكن تدخل. بس وفي الاخر طبعا عشان تسيف كنترول اس مور اوبشنز، وتيجي مثلا تعمل براوز وتسيفه في اي مكان. ودي تكون شويه شورت كاتس مفيده جدا لوورد. حلقه لذيذه وفي السريع كده، لكن المره الجايه هنرجع نكمل الكورس بتاع الديجيتال ديزاين بتاعنا. بس شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسوش باللايك سبسكرايب كومنت شير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامه.